ما هو الفرق بين المؤمن والمسلم؟ كلنا لما نقرأ القرآن الكريم نجد لفظ المؤمن وكذلك نجد لفظ المسلم، بس شنو الفرق بيناتهم؟ هذا الشيء يعتمد على تحديد الفرق بين الإيمان والإسلام. فالإسلام والإيمان هما لفظان شرعيان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. شلون يعني؟ يعني إذا ورد الاثنين في نص واحد نفرق بين معانيهم، وإذا ورد أحدهما في نص يشمل الآخر. وحتى أوضح لكم أكثر، إذا ورد الإسلام والإيمان في نص واحد يكون معنى الإسلام الأفعال الظاهرة وأعمال الجوارح، ومعنى الإيمان الاعتقادات القلبية الباطنة، كقول الله عز وجل في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأما إذا ذكر الإسلام وحده دخل في معناه الإيمان، كقول الله عز وجل في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، أي الإسلام والإيمان. وإذا ذكر الإيمان وحده دخل الإسلام في معناه، كقول الله عز وجل في سورة المائدة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وهذا هو الفرق بينهم يا صديقي. مقطع خفيف ولطيف إن شاء الله يكون عجبكم، وإذا عجبك لا تنسى انزل بسرعة واشترك بالقناة وخلي إعجاب وتعليق، ونشوفكم إن شاء الله في مقاطع جديدة. سلام عليكم.